تعالى نتكلم مع الاخ. السلام عليكم. اسم حضرتك؟ نتكلم مع النقيب وليد. تعالى يا وليد ورا البانر يا وليد، نزله. تعالى كده نزله. طب تعالى انا اهو. انزل بقى بيه تحت. اتفضل يا وليد. حضرتك ايه رايك بالنسبه لضابط الشرطه يكون من تحت؟ ان كان على الشرف هو لا يشرع بيمنع من الرفاقه. طب وايه رايك بقى في رد الفعل من الوزير بقى اللي عمل ان هو احالهم للاحتياط وقال لك ده فتنه وان هو بيثير فتنه؟ يا سيدي الفاضل، ده مش موضوع ان الوزير قال ده، كده بيدل على ان الوزير مع الفلوس. نفس عقليه التفكير. نفس هو اصل احنا يعني بالظبط حضرتك زي البورصه. صحيح. عزك الله في اللفظ زي البورصه، قطعنا الديل لكن باقي البورصه لسه زي ما هو ماشي. ايوه صحيح. كنت بقول حضرتك اسم حضرتك؟ محمد رياض. محمد رياض. اهلا كنت وسهلا. بقول حضرتك فكده هيطلع للبورصه ديل تاني، يا اما لما فيش ديل هيمشي برضه. فهو بالظبط النظام القديم شغال. كنت بقول حضرتك ويا دوبك الديل اللي اتقطع اللي هو حسن البطل. حتى لو اتغيرت الاشخاص لكن الفكره هي الفكره واحده. هو الفكره ربنا يجازيك خير يا استاذ محمد، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا بعد الثوره اصبحت مباحه لغيرك، تبقى مباحه ليك. اكيد طبعا. لكن هي اساسا ما كانش في نظام يمنعها او حاجه، ومفيش قانون يمنعها على العسكري. لكن المشكله انها كانت ممنوعه على غير العسكري. سوزان ثابت كانت عايزه كده، الله اعلم كانت ديانتها ايه. ماشي. لكن دلوقتي سوزان ثابت راحت فين؟ ربنا يوعدها بطرق. النظام لسه موجود. اتمنى انكم كمان ربنا يوفقكم وترجعوا. ربنا يبارك في حضرتك، متشكرين جدا. ربنا يبارك فيك يا رب. افصل انت الضباط اللي طلبت في ضباط شرطه طلبت انها تلتحق كان الوزير ما منه الا ايه؟ ان هو وقفهم عن العمل. طبعا قال معايا فتوى انها عاده. علي جمعه طبعا قال انها عاده الاول، بعد كده سنه وبعد كده واجب، وبعد كده احلنا للاحتياط. وبعد كده لما المشايخ ردت عليه ان هو مش عاده قال ايه؟ قال انها فتنه. يعني ان اللحيه ديت في وزاره الداخليه فتنه. يعني ممكن اللحيه تبقى في القضاء مش فتنه، ممكن في المهندسين مش فتنه، لكن في وزاره الداخليه فتنه. انت ايه راي حضرتك؟ هي مش فتنه دي اساسا، لان في جميع الدول العربيه لمؤاخذه بيبقى فيها شرطه مرتاحين. صحيح. اللحيه دي مالهاش دخل بالشرطه، انت بتعامل ضميرك وتعامل شغلك بغض النظر عن الدخل او وهتعين ده، انت هتنمي الضمير عندك. يعني كان الاول واحد يصاحب ملتحي ده في حد ذاته بيعين. هو الدقن دي شرع الله ما فيش فيها مشاكل، وفي نفس الوقت مالهاش دقن. يعني الشرطه تربي دقنها، ما كل الدول اساسا مربيه دقنها، اللي معظم يبيع الشرطه. الشيخ ابو يحيى. اتفضل. النقيب وليد حسني، ضباط الشرطه المرتاحين يعني والعملاء المرتاحين. انت ايه رايك اصلا في فكره اللحيه تخش الوزاره؟ على الشرع. طيب ما هي دلوقتي لما طالبنا بيها حصل ان الوزير وقف. هو الوزير ده مين اللي جاي؟ الوزير مين؟ الوزير مين اللي جايبه؟ ايوه هو اكيد اللي جايبه اللي كان قبليه. واحنا جايين لهنا. استنى ماشي